تبدي حضاري. مساء الخير متابعي الصفحة الكرام. طبعا لا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محيط سجن الصناعة بحي غويران. هذه الاشتباكات تسمع أصواتها بشكل متقطع منذ صباح اليوم. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية منذ قليل استسلام قرابة 300 عنصر من إرهابي تنظيم داعش، سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية. وكما نشرت قبل قليل خرجت حافلات من داخل حي غويران يعتقد بأنها كانت تقل عناصر تنظيم داعش ممن سلموا أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية. كذلك تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التقدم والسيطرة على بعض النقاط التي كان يتحصن فيها عناصر التنظيم داخل سجن الصناعة والأبنية المحيطة بها. الاشتباكات تتركز بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية والشرقية في محيط سجن الصناعة. كذلك يعني منذ الصباح الباكر بدأت القوات الخاصة ضمن قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي بحملة تمشيط دقيقة داخل أحياء غويران بحثا عن أي خلايا شاركوا في عملية الهجوم ومؤازرة عناصر التنظيم، وكذلك بحثا عن أي سجناء قد يكونوا فروا من السجن واختبأوا في الأحياء في حي غويران أو في منازل المدنيين، خاصة وأن الحي يعني لا يزال يتواجد فيه نسبة يعني يمكن القول بأنه لا يزال يتواجد العشرات وربما المئات من عوائل المدنيين لا زالوا يتواجدون في حي غويران. اليوم التقيت العديد منهم، أغلبهم يعني أوضحوا بأنهم لم يخرجوا من المنطقة كونه لا وجهة لهم
في الخروج، والبعض يعني كان يعتقد بأن هذا الوضع الأمني قد لا يدوم لأكثر من يوم أو يومين، لذلك فضلوا البقاء في منازلهم. طبعا طيران التحالف الدولي المروحي لا يغيب عن سماء المنطقة، كذلك منذ قرابة ساعتين من الآن كان هناك تحليق لطائرات حربية أمريكية من نوع F-16. يعني الأجواء الصورة العامة الآن غير واضحة في الحقيقة، ونحن نتواجد في محيط الحي. لم يسمح لنا اليوم البقاء داخل الحي أو الوصول إلى مناطق قريبة من الاشتباكات، وذلك بحسب يعني العناصر الأمنيين. يعني سبب منع دخول الصحفيين هو حملة التمشيط داخل الحي وما قد ينتج عنها من اشتباكات قد تحدث بين القوات الأمنية وأي عناصر من الخلايا قد يتواجدون داخل الحي. طبعا كما نشاهد في الصورة الطيران المروحي لا يزال يحلق في الأجواء، والاشتباكات يمكن سماع صوتها بشكل متقطع خاصة في الطرف الجنوبي والشرقي لسجن الصناعة. قوات سوريا الديمقراطية تحاصر يعني سجناء وعناصر التنظيم المتواجدين في بعض مهاجع السجن وفي الأبنية المحيطة بها، وكذلك تقدمت وسيطرت على نقاط جديدة كان يتحصن فيها خلايا التنظيم، ما أجبر العشرات منهم على تسليم أنفسه، حيث أكدت قوات سوريا الديمقراطية قبل قليل في بيان بأن قرابة 300 مسلح من عناصر التنظيم سلموا أنفسهم لقسد، وتم نقل هؤلاء إلى مراكز احتجاز أخرى خارج حي غويران والمنطقة. هناك أصوات رشقات رصاص تسمع الآن. طبعا الاشتباكات تتركز في المناطق الجنوبية من الحي وكذلك المناطق الشرقية. يعني تشير بعض المصادر بأن يعني مسلحو داعش هناك فئة أو قسم من المسلحون يرفضون الاستسلام ويبدون مقاومة في النقاط والمهاجع أو الأبنية المحيطة بسجن والتي يتمركزون فيها، ولكن يعني هنالك بحسب المعلومات هنالك العشرات من عناصر التنظيم أصيبوا خلال الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. التنظيم يعني فقد القوة على المواجهة أو خلق أي يعني تهديد على المنطقة بحسب ما يؤكده هنا مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية. هناك رغبة أو هنالك يعني قوات سوريا الديمقراطية تمارس ضغوطات عسكرية كبيرة وتحاصر التنظيم داخل بعض المهاجع في السجن، وكذلك عدة أبنية يتحصن فيها التنظيم، وتطلب منه عبر مكبرات الصوت الاستسلام. أفقطبه دقك. نعم، قطع الصوت.
تطالب قوات سوريا الديمقراطية، نادت عبر مكبرات الصوت عناصر التنظيم بالاستسلام، يعني حقيقة استسلم اليوم العشرات منهم. وأكد بيان لقوات سوريا الديمقراطية أيضا هذه الأنباء، حيث أكدت بأن قرابة 300 مسلح من تنظيم داعش سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية ونقلوا إلى خارج حي غيران إلى مراكز احتجاز أخرى. هذه كانت آخر التطورات الميدانية في سجن الصناعة ومحيطه. لا يزال طيران التحالف الدولي يحلق في سماء المنطقة. قوات سوريا الديمقراطية تفرض حصارا يعني واسعا على المنطقة. هناك تواجد كثيف لقوات الأمن الداخلي والقوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة. كذلك هنالك تواجد للقوات الأمريكية في محيط الحي. هذه القوات الأمريكية تتواجد عبر عدد من المدرعات العسكرية بالتزامن مع قيام القوات الخاصة أو وحدات مكافحة الإرهاب بعملية تمشيط لحي غيران بحثا عن خلايا التنظيم أو مسلحيه ممن يحاولون مؤازرة الخلايا التنظيم والسجناء المتواجدون في سجن الصناعة والأبنية المحيطة به. كنت أنا إيفان حسيب معكم الآن من محيط حي غيران.